مرحبا بكم في قناة ليمين تيوب. فضلا وليس أمرا خلي اشتراك للقناة وإعجاب للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، من خلال الفحوصات اللي نعملها يوميا كاين معلومة خطيرة جدا يجب أن أتقاسمها معكم. هذا المواطن اللي راهو امامكم راه يتحدث على واحد الظاهره تحدث في الصالونات الحلاقه. نخلوكم تسمعوا من عنده واعطونا رايكم فيما قاله هذا الدكتور، وبارك الله فيكم. شكرا. اللي هي أنه تقريبا الكثير من المدمنين على حبوب ليريكا يقولوا لي أنهم تعلموا أو يشترون اسمعوا مليح، يتعلمون الإدمان، تعلموا الإدمان في صالات الحلاقة الرجال، أو اشتروا حبوب ليريكا من صالات الحلاقة تاع الرجال، بحيث أصبحت، وهنا لا أعمم أن جميع صالونات الحلاقة، لا أعمم، ولكن الكثير منها أصبحت وكرا للمتاجرة ولتعليم الأطفال والمراهقين والشباب الإدمان على حبوب ليريكا، بحيث أنه الابن ولا الطفل ولا الشاب لما يروح يحلق يبقى ينتظر دوره في الحلاقة يجد من يتصيد. علاه؟ لأنه هذو الأشخاص يتاجرون يبيعونها، وكل يوم ماذا بهم يكسبوا زبائن جدد، ويعلموا الشباب هذو اللي ينتظروا في صالة الحلاقة، وحتى خاصة الأطفال يعلموهم الإدمان وشرب وتناول هذه الحبوب، بحيث يجيوهم المرة الأولى بالتجريب، يعني بدون دراهم، ما يشريهاش، يمدها له مجانا حتى يتذوق ذلك الطعم وتلك النشوة وتلك المتعة اللي تحدثها تلك الحبوب، فيصبح عبدا لها ويصبح زبونا جديدا عندهم. ولهذا أنا لا أعمم جميع صالونات الحلاقة، ولكن كل إنسان عنده ابن صغير ولا ابن شاب ولا مراهق يحل عينه ويحذر ويحاول أنه يراقب ويعرف أين يبعث أو يخلي ولده في صالون الحلاقة، لأنه في بعض الأحيان كاين اللي تاجر، يعني يحطوا مراقب البرة، شخص يراقب عناصر الأمن البرة، هل ترى هناك مراقبة أمنية ولا لا، وكاين شخص آخر في داخل يعني صالون الحلاقة اللي قاعد يبيع للشباب ويروج لهذه الحبوب الخطيرة. وحتى في بعض الأحيان حتى كاين الحلاقين ما على بالهمش بهذا الأمر، وكاين حلاقين يعلمون بأن هناك وحتى هم مدمنين. ولهذا الحذر ثم الحذر ثم الحذر من هكذا ممارسات، والإنسان دائما يخلي عينه على أبنائه. نتمنى هذه المعلومة تفيدكم يعني وتعملوا بها وتأخذوا بها إن شاء الله.